أهلا بكم من جديد. تحدثنا أن ملف السياحة هو ملف هام ليس فقط يعني كلمة السياحة اللي هي جزء من وجدان ومفردات الشارع المصري، لكن لأن السياحة وببساطة هي واحدة من مصادر الدخل القومي الأساسية، واللي مفيش جدال ان احنا بحاجة شديدة ليها. الحقيقة ان لما يكون عندنا حملة بتحمل عنوان عشانك يا مصر للترويج السياحي، واللي دعا ليها الإعلامي محمد ناقد وتبنتها مؤسسة ولاد بلدنا، عايزين ننهض بالسياحة المصرية، يبقى الموضوع هنا بيقول ان في عناصر كتير غير العناصر الحكومية فقط اللي طول الوقت كان ملقى على عاتقها هذه المسؤولية، بأن السياحة تستحق جهد من أطراف كتيرة علشان نحاول ننشط هذا الملف ونضعه على أجندة الأولويات في لحظة مصر بتعيش فيها لحظة صعبة وقاسية. هيبقى أن الإرادة السياسية، من يقومون على إرادة البلاد، يلتقطون هذه المبادرة ويساهموا في تفعيلها إذا اقتنعوا بأن هي سوف تبقى مفردة أساسية من مفردات الدخل القومي. علشان ما نتكلمش احنا كتير بوجهات نظر، هنضع الأمر لأصحاب المبادرة وأطرافها المختلفة، وخلونا نرحب معانا من اليمين الوزير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. أهلا يا فندم. معانا رئيس قطاع السياحة الدولية الأستاذ أحمد شكري، منورنا. ومنظم الجناح المصري بالقرية العالمية في دبي الأستاذ إبراهيم جابر. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم جميعا. وأنا عايز أبدأ بس من إن احنا نطمن، في أمل في القطاع السياحي إن هو يرجع كسابق عهد وأقوى، ولا يعني الأيام اللي احنا بنمر بيها دي بتقول إنه لا، يعني الموضوع ممكن في أمل بس هياخد مدة أطول من ما يعني الناس عندها أمل إنه يبقى يستعيد عافيته بصورة أسرع من اللي احنا متوقعين إنها تاخد. فنبدأ من عند حضرتك أستاذ أحمد. احمد هو ده. اتفضل. لا تتفضل حضرتك، اتفضل. يعني بما ان حضرتك رئيس قطاع السياحه الدوليه، فحضرتك شايف انه الصوره عامله ازاي دلوقتي؟ هنديكم الحق، يعني انتوا الجهاز اللي احنا خاطبناه في المقدمه، فانتوا اللي تقولوا لنا في الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا عقب ثوره 25 يناير ابتدت الميديا تنشر اخبار عن مصر ان حصل فيها ثوره، وزي ما بيحصل في اي بلد في العالم الاخبار في الاول بتعمل نوع من الاول الترقب، الناس تبتدي تشوف ايه الموضوع، وبعدين مع توالي الاحداث وكانت الثوره سلميه وماشيه، فاحنا كنا ماشيين مع باساليب الترويج علشان نقلل الامباكت بتاع اي نشر سلبي. وانت عارف حضرتك الميديا ساعات تضخم المواضيع وساعات تبقى فير، لكن في النهايه في حاجه حصلت، والحاجه دي اثرت علينا لفتره معينه عده اشهر. غيرنا شويه في اساليبنا الطبيعيه لانه الظرف غير طبيعي واشتغلنا عليه. في العام 2010 كان من الاعوام الهائله جدا اللي وصلنا فيها لما يقرب 15 مليون سائح، كنا 14 مليون 700 وحاجه سايح من العالم اللي دخلوا مصر في 2010، اللي دخلوا مصر في 2010 من يناير لديسمبر. وفي نفس الوقت مصر احتلت، وده الاهم، احتلت المقصد الاول في عدد كبير جدا من الاسواق الرئيسيه للسياحه في العالم، اللي هي مش بس بتبعت لمصر، بتبعت لمعظم دول العالم زي المانيا وزي انجلترا وزي روسيا وزي ايطاليا وفرنسا. فاحنا اخذنا ماركت شير من دول تانية كبيره في خلال فتره من 2008 ل 2010. تقاسمنا الاسواق، يعني اخذنا حصه سوقيه من دول تانية منافسه لينا وتفوقنا عليها في الاسواق دي، واخذنا مركز اول بالبيع، يعني بعدد الرحلات المباعه، فكان مصر كان مقصد اول في العديد من الاسواق. بعد كده كان اما تدرسنا الموضوع في وزاره السياحه فلقينا ان احنا لازم نحافظ على الاول، نحافظ على الحصه السوقيه. فاشتغلنا في الاسواق على كذا محور، ان احنا نركز على الاسواق الرئيسيه، الاسواق اللي فيها ما بتتاثرش قوي بالظروف ابتدى نركز عليها شويه، وبعدين اشتغلنا في السوق العربي بطريقه معينه. في النهايه مع نهايه 2011 كان عامل ازمه، كنا انخفضنا حوالي 33% تقريبا عن العام 2010. اللي حصل في 2012 ان ابتدى يحصل ابتدى يحصل استعاده
يعني في 2012 حصل يعني في المجمل 2012 عامل 15% زياده عن 2011 بس لسه ما وصلناش لرقم 2010. رغم الصعوبه في ايه بقى؟ الصعوبه في انه اما يبقى الاحداث التاليه للثوره بتتذاع، ده موضوع طبيعي، لكن اما يمر سنه ويبقى في لسه احداث في الشارع وتتذاع، ده هيعمل نوع من القلق لان الفتره طول. طب هنرجع لك في دي لان ده مقياس فيه كلام كتير قوي بيترد فيه تحديدا يعني. بس خلينا يعني كمان نروح لاستاذ ابراهيم واعرف بس منك المبادره المجتمعيه او الفرديه او مبادره مواطن مصر. انا الحقيقه هاخد من اخر كلمه اتقالت ان هي في امل. في امل من وجهه نظري. رامي ده اجمل حد. انا بحاول ادور على الامل. انا طبيعتي دايما متفائل، طبيعتي دايما بحب الامل، لان من غير الامل مش هنعرف نشتغل، لازم يبقى في عمل بعديها يعني. من هذا المنطلق احنا انطلقنا ان احنا نعمل فكره العام الماضي بداناها، ان احنا ازاي نقدر نساعد مصر في ظل الازمه وفي ظل الظروف اللي ناتجه عن احداث بعد الثوره والثوره كلها، ونضيف شيء بواقع بحكم وطنيتنا وبحكم تواجدنا بره في الخارج. اتاحت لنا الفرصه ان احنا نعمل جناح لمصر في حاجه اسمها قريه عالميه. القريه العالميه دي كلها من اكبر المقاصد السياحيه في الامارات او في دبي، تعتبر مقصد سياحي مهم جدا، تجمع حوالي 40 دوله مشاركين فيها، كل دوله بتشارك فيها في قدرها ببضاعتها بمنتجها السياحي بوضعها السياحيه، يعني عباره عن محفل سياحي دولي قوي جدا. فبالتالي كان دورنا احنا ان احنا ننظم جناح مصر، خدنا الموافقه عليه من لجنه منظمه هناك، وتقومنا وتحركنا بشكل شخصي واستثمار شخصي برضو هنعمل جناح يمثل مصر في هذا المحفل الدولي. الحمد لله ربنا وفقنا، عملنا شيء جميل. الجناح كله عباره عن 3000 متر مربع. سميتوها ايه المبادره؟ سميناها مصر حكايه جديده. مصر حكايه جديده يا رب. وده كان ليه اسم، كان ليه قصد ان احنا برضه دايما نقول لمصر دايما حكايه متجدده، دايما مصر حكايتها جديده، دايما مصر بعد الثوره ان شاء الله تكون احسن في كل المجالات ان شاء الله. ان شاء الله. فده كان هدفنا من لما عملنا الجناح. الجناح كله عباره عن 3000 متر مربع مقسم من الداخل عباره عن 1000 متر سوق تجاري. السوق التجاري ده مهم جدا انه برضه بيعمل عمليه بيع مباشر للمنتج المصري، ده اللي بيعمل عائد مهم هنتكلم فيه برضه بعد شويه، اهميه السوق التجاري بالنسبه للاقتصاد المصري او دعم الاقتصاد المصري او دعم الجنيه المصري الفتره القادمه ان شاء الله. بعدين في عندنا حوالي 1000 متر خاص بالسياحه، ال 1000 متر بتوع السياحه مقسمين لمتحف، نموذج متحف التحرير، في قطع تقليديه مقلده تقريبا بشكل عالي بجوده عاليه جدا طبق الاصل، ودي شفنا مدى يعني قسنا من خلالها مدى قد ايه حب الخليجيين او حب الزوار الجناح المصري في قريه لمصر، لان احنا عاملين جيست بوك للناس وهي داخله او هي خارجه بتوقع فيه، فتشوف مدى التقدير والاحترام للاثار المصريه والتاريخ المصري وحضاره مصر كلها، فده دايما ينوه عنه من خلال الزائرين للجناح المصري او بالتحديد المتحف المصري. بالاضافه عندنا نموذج لبنان التحرير مصغر بس عارضين فيه حرف يدويه، عباره عن في الكتابه على الباردي، النقش على النحاس، صناعه السجاده اليدويه، فكل ده طبعا بيعجب الزائرين من الجنسيات المختلفه. انت عارف دبي فيها اكثر من جنسيه، فده بيبقى طبعا يعني نوع من انواع الجذب ليهم للجناح بتاعنا، وده الهدف من وجود الفعاليات دي كلها. طبعا هو بس لازم نذكر برضو ان الجناح المصري العام الماضي حصل على جائزه افضل جناح ضمن ال 40 دوله اللي كانوا مشاركين في هذا المعرض. صحيح. احنا طبعا بكل التركيبه دي كلها كنا متميزين عن الاجنحه الاخرى. بالاضافه كنا عاملين استوديو فرعوني بيصوروا الزائرين باللبس الفرعوني، ده كان مبهر جدا. عاملين قاعه سينما بتاعت افلام وثائقيه وعنات عن مصر سياحيه كلها، فالتركيبه دي كلها ما كانتش موجوده في اجنحه اخرى يعني قدرت طيب التركيبه دي هي نفسها هتكون محل السؤال. سعاده السفير، يعني دبي ودوله الامارات من لحظه الثوره يعني كان ليها معنى ما عند المصريين، ودبي مؤخرا بعد كل الازمات اللي حاصله يعني كمان ليها معنى تاني مختلف عن المعنى الاولاني. هل دبي ضمن مناطق الخليج يعني كاماره جوه امارات الخليج نقدر نقيس منها الاهتمام بالثقافة المصرية، بالسياحة المصرية، بالروح المصرية؟ دي نقطة. والنقطة الثانية المهمة المشاهد اللي تفضل وقالها يعني الأستاذ إبراهيم، هي مشاهدنا التقليدية. يعني احنا طول عمرنا بنتصور بالزي الفرعوني، طول عمرنا ممكن نشتري العقد والحاجات بتاعتنا، مفردات يعني حياتنا العادية. ايه رأي حضرتك يعني؟ هو الأول بس يعني أحب أبتدي بالرد على ملحوظة الأستاذ رامي بأنه لا، السياحة صناعة وصناعة جاهزة وكل إمكانياتها متوفرة في مصر. البنية التحتية
كامله وجاهزه ومستعده للانطلاق مره ثانيه، وهي دي هتكون قاطره التنميه في الفتره القادمه. وهيكون تقصير كبير جدا ان اي حد يحاول يعرض هذه الصناعه للخطر تحت اي مسمى. فاذا صناعه السياحه دي لازم تكون في مقدمه اهتماماتنا لدفع الاقتصاد. فكرة الترويج لمصر هي كانت فكرة قديمة، يعني أنا طرحتها أيام ما كنت في الوزارة على الدكتور عصام شرف إن يكون في لجنة وزارية للترويج لمصر، من وزير السياحة ووزير الخارجية ووزير التجارة ووزير الآثار ووزير الثقافة ووزير الطيران، إن المجموعة ديت تكون مع بعضها دائما تضع خطط إزاي ان احنا ننهض بالقطاع السياحي، ودول مهم ان هم يشتغلوا مع بعض طبعا. بالظبط، ننهض بالقطاع السياحي والتجاره. يعني احنا كان يعني الفكره ان كل ما هو مصري ازاي يوصل الى الخارج بحيث ان احنا نستعيد فعلا يعني التدفق السياحي مره ثانيه. الفكره ديت بعد ما تركت الحكومه الاستاذ محمد ناقد حقيقه هو صاحب بقى الفضل في تشكيل او الجلسه اللي احنا قاعدين النهارده ديت، لأن هو طرح عليا فكرة إنشاء مؤسسة وسميناها ولاد بلدنا، والمؤسسة ديت هي اللي هتعمل الحملة القادمة اللي هي اسمها علشانك يا مصر. وحسينا إن هو فعلا مش هينفع إنه يكون جهد مجتمعي فقط هو اللي يقوم بالحملة، ولكن اتصلنا بوزارة السياحة بالوزير هشام زعزوع، وراجل رحب بينا جدا ورحب بالفكرة. طبعا الأستاذ إبراهيم جابر كان على اتصال بالأستاذ محمد ناقد، وبالتالي حصل هذا الائتلاف ما بين المجتمع المدني وما بين الدولة وما بين الجاليات المصرية في الخارج. واعتقد ان ده قد يكون نموذج للعمل القادم بالنسبة لدفع الاقتصاد المصري في مجالات مختلفة، وهو النموذج بتاعنا هيتطور وهيتوسع بحيث ان هو يشمل قطاعات كثيرة. ليه دبي؟ دبي في فترة شهر يناير ديت فيها حاجة اسمها شهر التسوق، أو يعني مهرجان التسوق. ما هو مهرجان التسوق بالظبط كده. ده بيصل الزائرين في حوالي 1,000,000 زائر من مختلف الجنسيات. في جناح مصري موجود في القرية العالمية وجاهز فعلا. فاحنا فكرنا في ان احنا يعني نطلق حملتنا للعالم كله وللعالم العربي ولمصر من مكان الى حد ما متوفره فيه الامكانيات والعناصر. لا، والعناصر كمان متوفره، يعني في جناح جاهز موجود، هيئه تنشيط السياحه دعم للموضوع وجاهزه للانطلاق. في الفنان حكيم هيكون معانا، هيعمل حفله برضه على هامش الحمله. في منتجات يعني في الفتره القادمه هتبقى الموضوع اكثر منه ترويج للمنتج المصري، بحيث ان احنا نستفيد يعني ببيع هذا المنتج في الخارج، وبحيث ان يكون ده في تدوير الاقتصاد المصري. طيب انا بس عايز اتكلم على فكره الترويج للمنتج المصري. احنا دايما بنروج للسياحه المصريه من خلال الاهرامات والفراعنه والكلام ده كله، في حين ان احنا عندنا يعني خيرات ربنا في هذه الارض لا تعد ولا تحصى. عندنا سياحه علاجيه، عندنا سياحه دينيه، عندنا سياحه شاطئيه، وعندنا السياحه التاريخيه. ليه دايما بنركز على الشق التاريخي وبنتجاهل كل العناصر الثانيه؟ كل العناصر الثانيه كمان بنتجاهلها، في حين انها مهمه جدا للسياح كتير. يعني العناصر دي اللي احنا بنتكلم عليها عنصر واحد منهم بيبقى موجود في بلد بتقوم السياحه عليه. مظبوط. احنا عندنا يعني حسب ما احنا شايفين الترويج والتسويق للسياحه في مصر مقتصر او يعني مزنوق فقط في خانه السياحه التاريخيه ايام الفراعنه، وكل القطاعات الثانيه ما عليهاش نفس المجهود اللي ممكن يبذل. يعني في حين انه لو استخدمناهم ده هيفتح المجال لاعداد غفيره من السياح اللي يعني السائح عايز يجي يقعد على شواطئ فيها جو معتدل في بلدنا، فبالتالي هتبقى مفيده ليه. سياحه علاجيه والقطاعات الاخرى اللي اتكلمت عنها. فيعني مشكله التسويق دي نحلها ازاي؟ لا، هو معاك حق، وطبعا يمكن الاستاذ احمد هيكون قادر على الرد اكثر مني في الموضوع ده، لكن انت معاك حق فعلا. يعني انا لما كنت موجود في المانيا فعلا يعني فكره السياحه العلاجيه دي يعني كانت من ضمن المشاريع اللي انا حاولت ان انا ابتديها، ولكن هو طبعا الموضوع ده مش سهل. السياحه العلاجيه محتاجه كفاءات معينه،
لازم تبتدي تنميها، وهتاخد شويه وقت عشان تقدر يعني مثلا موضوع الدفن في الرمال في اسوان، وده مش موضوع كده يعني عشوائي، لا ده موضوع له اصوله وله يعني لازم الناس تتدرب على طريقه العمل فيه. فانا اعتقد ان كان في مشروع زي دوت ابتدى يعني يتم الاعداد ليه وهياخد يتم تدريب كوادر عشان نقدر نستفيد من هذا القطاع بالظبط. واعتقد ان هي هتمشي، لكن انا اتفق معاك تماما انه جميع قطاعات السياحه لازم تنال نفس القسط من الاهتمام والترويج، وانا بشوف انه ده اللي بيحصل فعلا دلوقتي في مجالات كثيره يعني، ويمكن حتى في المؤتمرات اللي حصلت اخيرا في شرم الشيخ ما بين وزير السياحه وقطاعات من الاحزاب اللي هو تابعه للتيار الاسلامي السياسي، اتكلموا في نفس النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها ديت. وهو انا حسب ما قريت في الجرايد الوزير قال لهم لا بالعكس احنا شغالين جدا يعني باهتمام كبير جدا في موضوع السياحه الدينيه وسياحه المزارات الدينيه اللي موجوده سواء كانت في القاهره او في الاسكندريه او اماكن اخرى في مصر. طيب بس انا هاخد من كلام حضرتك ده بعد اذن حضرتك، وعايز انتقل للاستاذ احمد. دلوقتي فكره انه تم التركيز على انه عندنا سياحه دينيه، ما ده ممكن يخلينا نقول طب ما ده يعني الايام القادمه قد تحمل ما هو مختلف عن ما سبق، انه هنركز بقى على السياحه الدينيه ونتجاهل الشاطئيه مثلا على سبيل المثال، وهو النقطه دي بالذات السياحه الشاطئيه اللي فيها يعني البعض متخوف من انها يعني هتتردم الفتره اللي جايه. شوف حضرتك بالنسبة لمصر ان هي شغالة على السياحة الثقافية، الكلام ده صحيح، لانه احنا 70% واكتر من سياحتنا سياحة شاطئية، وده مش خاص بمصر بس، ده ترند في العالم. السياحة الشاطئية بس قلت ما يتم الترويج ليه اكتر، ما هو السياحة الثقافية. بالتالي يا استاذ هو القصة زي ما قلت لحضرتك، الترويج احنا بنشتغل مع تور اوبريتور وبنشتغل على احتياجات السوق وعلى الناس عايزة ايه. فانت مش يعني فالسياحه الشاطئيه سياحه مهمه جدا لمصر، ومصر متميزه فيها جدا ومتفوقه. عندنا بحرين وعندنا جو معتدل طول السنه، 52 اسبوع بنبيعه. الدول المنافسه بتضايقنا في الصيف لكن او بتنافسنا في الصيف، لكن تفوقنا عليهم في الاسواق الرئيسيه في الصيف وخدنا نمره واحد منهم، وده كان امر صعب للمناخ. طب مهم حضرتك توضح برضه للمشاهد انه المساله ملهاش علاقه باحنا عايزين ايه دلوقتي، ليها علاقه في مزاج عام في مراحل كده في الفترات الزمنيه التاريخيه السابقه. يعني كان سياحه الاثار على وجه التحديد هي رقم واحد. المزاج العام في العالم نتيجة متغيرات العولمة رايح في سكة تانية، وبالتالي احنا ما عندناش رفاهية، وده يرد على المؤتمر اللي كان في شرم الشيخ. احنا ما عندناش رفاهية اختيار سوقنا. السوق مفهوم عالمي، ظروف موضوعية كده في الدنيا احنا بنبقى جزء منها، هي اللي بتحدد المزاج العام للسائح بشكل عام. صح ولا انا بالظبط يا استاذ امالي؟ هو اللي قلتيه حضرتك ده المدخل بتاعنا، انه احنا السوق العام والطلب العام، لان انت عايزه حضرتك شريحه من الطلب اللي موجود في الخارج. احنا عندنا مميزات كتير ومنها السياحه الشاطئيه، ودي اللي بتمثل الماجوريتي. السياحه الثقافيه ده منتج متفرد في مصر. يعني الرحله النيليه اللي بين الاقصر واسوان دي وتشوف المعابد ده شيء غير موجود في العالم، ده ظرف خاص. فده وعادة ده بيبقى بيخاطب شريحة أكثر إنفاقا، لكن في النهاية مصر مرتبط بها السياحة الشاطئية، وفي تأكيدات، لأنه احنا اجتماعاتنا دلوقتي مع الوزير شبه أسبوعية في التحرك في الأسواق الخارجية، وفي خطة محطوطة الوزير حاططها بتعتمد على 3 محاور. أول حاجة استعادة أرقام 2010 السنة اللي جاية على الأقل، ان ما كانش نزيد عن 2010، واحنا ماشيين في الاتجاه ده، لان بدانا وده في امل. ده في امل طبعا، لانه طالما احنا زدنا فاحنا بنتحرك وبنزيد. الخطاب الرسمي معتدل دلوقتي، والخطاب الرسمي عارف واوير، ومجلس الوزراء والتعليمات اللي بتطلع والتنسيق الدايم عارفين ان مصر تتفرد بميزه السياحه الشاطئيه، وان هي عشان ننافس في الاسواق الخارجيه ونقدر نستعيد الارقام بتاعتنا هنركز عليها. بنشتغل في نفس الوقت باراليل على السياحه الطبيعيه والصحراء، وعملنا فيها جهود كبيره جدا. وسياده الوزير سافر
في الفترة اللي فاتت المعارض الرئيسية في أوروبا، واستعاد بنسبة كبيرة جدا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على وجه التحديد وإنجلترا السياحة الصحراوية، السياحة الثقافية ابتدت تشتغل. دي حاجات من اللي مش معروفة للداخل المصري، لكن دي شديدة الأهمية يعني. بالظبط. ما يعرفوش يعني إيه الصحراء البيضاء، المواطن المصري ما يعرفش يعني إيه الصحراء البيضاء. الصحراء البيضاء وفي الصحراء السوداء اللي هي شبه الفحم لون البازلت. ده في نفس الوقت احنا بنعمل في وزارة السياحة. وزارة السياحة في الوزارة وهيئة التنشيط وهيئة التنمية. الوزير مكلف هيئة التنمية حاليا بانه بيعد مشروعات للي حضرتك تفضلتي بيه، السياحة العلاجية زي ما قال سيادة السفير، دي بتحتاج اعداد يعني انفراستراكشر. ده بيتعمل دلوقتي، وعندنا مشاريع جاهزة اوريدي للتسويق، وفي مشاريع استثمارية دخلت في الخطة وعلشان نرفع كفاءتها. فبقينا بنتحرك على الاستعاده في السياحه الشاطئيه، بنرجع تاني الاقصر واسوان والقاهره والرحلات النيليه اللي هي ميزه التفرد بتاعتنا، شغالين على السياحه الصحراويه والسياحه الطبيعيه. وفي اوتيل مثلا عندنا في الصحراء واخد جايزه عالميه ان هو احسن اوتيل بيئي على مستوى العالم. فاذا في امل يا استاذ اماني. في امل استاذ رامي، في امل، واحنا شغالين، والارقام بتاعتنا واستجابه الاسواق بتقول اهم حاجه الارقام بتقول كده، وهنستعيد ان شاء الله في 2013 14 مليون سائح و7 او ممكن نزيد عليهم نبقى 15 مليون ده سائح جميل. ان شاء الله. ده خبر جميل في حد ذاته. استاذ ابراهيم، وانتوا بتعملوا الجناح بتاع دبي في العرض في السوق التجاري، يعني اللي له علاقه بالحاجات بتاعتنا احنا، مكوناتنا يعني الثقافيه الموجوده في مصر، ازاي تم اختيار الناس من هنا يعني عشان تروح تعرض منتجاتها، او خدتوا المنتجات بس؟ لا، هو الحقيقه احنا بنطرح الموضوع دايما في وسائل الاعلام لكل الناس اللي حابب يشارك فيه بيشارك كل سنه. الموضوع ده مش اول مره اعمله، هو كان معمول قبل كده من سنين طويله جدا من طريق شركات اخرى، بس احنا من ثاني سنه نعمله السنه دي. عملناه السنه اللي فاتت، بدأناه السنه اللي فاتت. الاختلاف بيننا وبين الاخرين احنا عملنا تطور ونقله حضاريه، نقله كبيره جدا في شكل الجناح، في تصميمه وتنفيذه. يا ريت جبت لنا صور. طيب والله ان شاء الله ابعت يعني لكم حاجه. كان مفيد قوي نحطها النهارده. ان شاء الله ابعت لكم حاجه عن الجناح باذن الله تعرضوها باذن الله لما نروح لما نروح الافتتاح باذن الله. فالفكره كلها ان احنا بندي فرصه لكل الشركات المصريه انها تشارك فيه، لان ده بيعتبر فرصه مهمه جدا لعرض بضائعهم والتحصيل البيع كاش. وده اللي انا بتكلم فيه، شيء مهم جدا. زي ما محمد بيه اتفضل وقال ان السياحه قاطره مهمه جدا للاقتصاد المصري، كذلك برضو المنتج المصري خروجه بره مصر بيعتبر برضو من ضمن الاجنحه او من ضمن العوامل المهمه جدا لزياده الجنيه الاقتصاد المصري او تنميه الاقتصاد المصري الفتره القادمه. ومن هنا كان اختيار الشركات اللي بتشارك معانا، ودايما معظمهم متعودين يشاركوا كل سنه. عارفين مدى طبيعه المستهلك الخليجي، عارفين مدى اهتماماته بالنسبه للمنتج، وبداوا ان هم يبلوروا معانا حوالي 100 شركه مصريه بتعرض منتجات مختلفه. وده الجميل في الموضوع كله، ان انت فعلا انا شخصيا ببقى فخور وسعيد جدا لما احس ان المنتج المصري بيتباع في وسط الدول دي الموجوده معانا كلها، وعليه اقبال شديد قوي جدا. وفي نفس الوقت من جوايا كمواطن بحب مصر، بحس ان العائد ده راجع لمصر. السنه اللي فاتت حققنا كميه مبيعات حوالي 100 مليون دولار او 160 مليون دولار تقريبا، 160 مليون دولار السنه اللي فاتت بالظبط، على مدار لان المعرض مدته 5 شهور و10 ايام. ده التوتال ريفينيو بتاع المعرض كله. يعني تخيل حضرتك ان انت بتحققي رقم مبيعات، بتشغلي عماله لمده 5 شهور، وراهم منتجين وورش عمل في مصر بشكل قوي جدا. فالتجربه يعني على بعضها احنا هنبطل نسمع الشكوى اللي موجوده في خان الخليلي وفي الاسواق الصغيره. انا يهمني كمان في وسط القطاع ده، لانه كان قطاع بيستوعب فكره صناعه، يعني مشاريع صغيره ومتناهيه الصغر. واحد عنده كشك قد كده هو بيبيع فيه المنتجات الخشبيه مثلا. ده مشروعنا القادم ان شاء الله باذن الله تعالى مع الوزير واحمد بيه، ان احنا هنحاول ان احنا ناخد الناس دي نطلع بيهم بره كتير، نلف بيهم، ناخد جوله بيهم خليجيه وجوله اوروبيه، بحيث ان هو نساعده على ترويج المنتج المصري ويحقق بيع مباشر للمنتج المصري. في الوزاره انتوا شايفينهم ولا ايه؟ شايفينهم. انت حضرتك لمستي نقطه مهمه جدا جدا جدا. السياحه هي الصناعه الوحيده اللي داخلها بيخش على القطاعات مباشره. بالظبط. ما بيخشش على دوله ولا يخش على حكومه، بيخش مباشره للقطاعات. المنتجات بتاعتنا منتجات مرتبطه بالثقافه بتاعتنا، فما فيش زيها. يعني احنا لنا حاجات كده ما فيش زيها ومطلوبه، وبقت صناعه كبيره وشريحه كبيره جدا في المجتمع النهارده بتشتغل على بيع هذه المنتجات. وفي حاجات عريقه عندنا زي صناعه الكليم وصناعه السجاد اليدوي، في برامج لدعم وتنميه هذه الصناعات وتطويرها.
والوزاره بتشتغل عن قرب مع مثلا منظمات وهيئات مختصه بتنميه هذه الصناعات، لان ده دور الوزاره. في المعارض بتاعتنا مفيش معرض بيخلو من جهه معينه بتعمل صناعات حرفيه بتيجي وتوري، عشان ده جزء من تراثنا وده على امتى ممكن ننزل بالكاميرا ونلاقي الناس بتقول بدات الحياه تدب؟ اول ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا الاستعاده عندنا هو بنسبه 15% عن السنه اللي فاتت. التارجت بتاعنا ان احنا كنا 14.7 مليون تقريبا، وصلنا ل 311.5 مليون السنه اللي فاتت، وده رقم مش بعيد عن اللي احنا حققناه في افضل عام اشتغلنا له، عام كان 2008 و2010. فاحنا ماشيين على الطريق. النقط اللي هي امتى الناس تنزل تبتدي تشتري في خان الخليلي، اما يبقى وصلنا لمرحله من الهدوء على الارض بحيث ان ترجع القاهره تاني، لان احنا دلوقتي بنستعيد باساليب تسويقيه مختلفه اللي بيها نعوض في الشواطئ، اللي بيها نعوض بعيد عن اماكن اللي هي الاخبار، اماكن الاخبار اللي بتطلع. اما الوضع يهدأ تماما تاني يوم زي ما حصل قبل كده معانا في الاقصر، تاني يوم هيكون الاتوبيسات السياحيه في خان الخليلي، وتاني يوم هتكون البازارات بتبيع، والمطاعم وفنادق القاهره هترجع تملى تاني. عارفه حضرتك انا عفوا مقاطعه، بس في الحته دي بالتحديد سواء خان الخليلي او لو رحنا مثلا الاهرامات، حضرتك بتتكلم عن تدريب العنصر البشري للقطاعات المختلفه في السياحه. لو بنتكلم عن العنصر البشري عندنا مصيبه الحقيقه. يعني حضرتك دلوقتي احنا لو لبسنا وعملنا فيها اجانب ورحنا الاهرامات كارثه. احنا بنتكلم عن تدريب العنصر البشري. العنصر البشري هناك في هذه المنطقه لو بنتكلم عن الاهرامات تحديدا بيطفش. كل اجنبي رايح هناك 20,000 واحد بيزنوا على دماغه زن هستيري عشان يقدروا يستفيدوا منه. ده مين المفروض يحكمه؟ لو احنا بنتكلم عن اعداد كوادر ده شيء جميل جدا. طب الناس اللي موجودين هناك دول مش هنقول طبعا ان احنا مش عايزين نقطع رزقهم، انما لازم يبقى في كنترول، لازم يبقى في سيطره عليهم عشان ما يبقوش عنصر يعني طارد للسياح. احنا عايزينه بالعكس يكونوا عنصر يعني يجذبوا السياح اكتر. هم بيقدموا خدمات السياح ممكن يبقوا عايزين يستفيدوا منها، سواء مثلا ركوب الجمال او الخيول او ما الى ذلك، انما طريقه تقديمهم للخدمه دي بتطفش الزبون بالبلدي كده. شوف حضرتك، انا بستغل اللي حضرتك قلته دلوقتي واوجه على الهوا للناس كلها، يا جماعه السياحه مهمه، وانه اغلاق جزئي للفنادق نتيجه عدم الاشغال هيقعد ناس كتير في البيوت واسر كتير مش هتلاقي تاكل. فوزير السياحه زي ما بيقولوا هو الوزير المسؤول عن كل المشاكل، وسلطته في حدود وزارته بس. انت حضرتك بتتكلم عن منطقه يجب ان تحظى بالرعايه، وانا بوجه صوتي بضم صوتي لصوتك. احنا بنعمل تنشيط سياحي وبنشتغل على الارض وبنعمل مناسبات داخليه، وعندنا 6-7 مناسبات كبيره جدا هتحصل في الفتره اللي جايه، علشان الخبر السلبي ينزل يبقى جنبه خبر كبير مقرون بمشاهير، مقرون بايفنت ما حصلوش حاجه، مقرون بايفنت يثبت ان احنا لسه دوله الفن والاداب والثقافه. ده هيحصل؟ بيحصل وتخطط لهذه المناسبات وهيعلن عنها الوزير قريب جدا. التفاؤل بتاعك جاي. في نفس الوقت يا فندم، وفي نفس الوقت نقول ان المناسبه اتعملت وما حصلش حاجه، ومصر مش زي ما انتم بتنشروا عنها، لكن يبقى اللي سيادتك بتقوله. طيب احنا نفسنا يحصل مساعده بتهيئه الاماكن اللي بنروحها، تهيئتها يعني تتخطط. الناس دي لازم تتدرب، يبقى عندها تصريح ممارسه العمل. دور بقى دور المجتمع المدني معانا، مع وزاره السياحه، احنا بنحاول نساعدهم، لكن دور المجتمع المدني ودور المحافظات ودور الصندوق الاجتماعي ودور الناس دي يعني صعب ان المنطقه هو صعب بس خلينا نقول بعد ويبقى يعني بعد ما توصلوا للي حضرتك قلته كمستهدف للوزاره، كل الدول الكويسه ما فيش حد بيمارس عمل من غير ما يبقى معاه تصريح ممارسته، علشان تقدر الجمعيات الاهليه تدخل تقول لك اديني الناس دي ادربها، اعلمها كم مفرده تعرف ترد بيهم لما تبقى مزنوقه، اعلمها لو السائح اللي معاها تعرض لانتهاك ما ازاي تتعامل، يعني هيكون لها دور، بس دورها هيجي بعد ما اللحظه تعود مره اخرى. انا عايزه اروح لسعاده السفير وعايزه يعني استرجع مع حضرتك دورك في وزاره الخارجيه. دلوقتي الكلام الكتير انه السياحه مربوط عودتها بفكره عوده الهدوء زي يعني ما احمد بيه قال لفكره النقاط اللي فيها صناعه الاخبار، مش هقولها غير باللغه بتاعته يعني. ده اكيد صح.
دلوقتي فرنسا يعني هي دولة يعني مستقرة وشهيرة، هي دولة على طول عندها إضرابات واعتصامات عمالية، ومن أشهرها اعتصام دايما بيعقد الدنيا في باريس، يعني اعتصام المترو. صحيح؟ لا الدولة إيطاليا حدث ولا حرج، بس اقتصادها مش عظيم. اليونان حدث ولا حرجين يعني، وهكذا. فمسألة هذا النوع من الربط هو ربط حقيقي لأي مدى، وليه في مشهدنا واخد الحجم ده كله؟ لأن في الحقيقة الطرف الآخر بيرد وبيقول ادونا أمارة إن في إرادة حقيقية من الدولة إن هي شايفة إن القطاع ده مهم، لأن ده مش في إيدينا. المواطنين عايزين يشتغلوا وياخدوا فلوس، ولو اشتغلوا هيقبلوا أي حد في الحكم، أي حد لو اشتغلوا وتحسنت أوضاعهم المادية، ولا هيتخانقوا مين اللي قاعد في الحكم، لابس إيه، عامل إيه، بيقول إيه، مش فارق معاه. لا هو طبعا اكيد حضرتك الاستقرار السياسي والاستقرار الامني دول يعني احد العوامل الاساسيه في جذب السياحه، ولكن زي برضو ما الاستاذ احمد قال في صور سلبيه او احنا مسؤولين عنها بتطلع في الاعلام الخارجي. يعني مثلا احداث الاتحاديه، يوم 5 ديسمبر ده يوم المفروض ان احنا دايما نتوقف عنده. احداث الاتحاديه والعنف المصري انا يعني ان يحصل قتال في الشوارع ما بين مصريين، مش مثلا قوات شرطه ومواطنين، لا ده كان ما بين مصريين ومصريين. ده كان بعت طبعا صوره سلبيه الى اقصى درجه في الخارج، واثرت اكيد على السياحه. فاستمرار مثل هذه يعني المشاهد والعنف المصري بس مسؤوليه مين؟ ما هو طبعا ما انا يعني مين اللي في ايده القرار كمان انه كان في لحظه يعني يفض هذه الاشتباكات؟ يقول لنا مين اللي دي وده للاسف ده سؤال لسه يعني حد لم يحاول حتى الاستجابه او الاجابه عنه للاسف يعني. ولكن انا بنتكلم عن السياحه كصناعه وحساسه جدا ودقيقه جدا، تتاثر بصعود وهبوط مستوى العنف وحتى مستوى يعني اشياء اخرى. حوادث مثلا التعدي على واحد ماشي مع واحده في الشارع في السويس مثلا، دي كلها احداث بسيطه يمكن احنا بنشوفها، لكن هي في النهايه بترسل اشارات سلبيه جدا الى الخارج. فانا اتمنى ان احنا بعدين يعني في شيء تاني، انا عشت طبعا بره مصر فتره طويله، وعارف ان الناس بتنظر لنا ان احنا مش مجتمع عنيف. يعني الناس بتنظر الى المجتمع المصري ده انه مجتمع مسالم، صاحب وجه بشوش وصاحب ابتسامه مش موجوده في اماكن كتيره. فعندما يفاجأ بمثل هذا يعني الغل والعنف المصري طبعا ده اكيد بيبقى نوع من بيبقى له رد فعل سيء جدا على تسويق سلبي طبعا. تسويق سلبي. طيب بس التسويق السلبي ده لو بنقول ان هو يعني خارجي، فداخليا برضو غير فكرة الأزمة اللي موجودة عند منطقة الأهرامات والضغط على السياح. يعني كان في فوج سياحي موجود الحقيقة من أيام قليلة ماضية في منطقة الأهرامات، اللي هي مهما حصل في مصر لازم المنطقة دي نفضل محافظين عليها، لأن طبعا كل الناس من كل حتة في الدنيا بتيجي مخصوص طبعا عشان المكان ده. فتخيل حضرتك أن الفوج السياحي ده وده عنصر بيسوق بطريقة سلبية أكتر كمان، لما يتكلم أن جوه الهرم نفسه في فضلات حيوانات، لما يتكلم على انه العناصر البشريه اللي بتشتغل هناك حاولوا ان هم ياخدوا السياح من منطقه الاهرامات لاماكن اخرى عشان يعني يسترزقوا منهم. ده دور برضه وزاره السياحه، مش يعني ده جوه الاهرامات فضلات حيوانات. هو طبعا هي سياحه واثار وامن، يعني هي معادله. ما هو ده برضه بياكد على فكره المفهوم اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي هو تجانس تكتلات معينه او افراد او جمعيات مع بعضيها، بحيث ان هو العمل في النهايه يؤدي الى منتج صح ومفيد للبلد. مظبوط. فممكن قوي يكون في جمعيات اهليه تبقى في الفتره القادمه هي متخصصه في فكره انا خايفه قوي من فكره الجمعيات الاهليه دي الكتير اللي اترمت النهارده، لان الجمعيات الاهليه اللي راقبت على الاستفتاء بتاعنا كلها كانت ذات طبيعه واحده، فاحنا لسه مش مؤهلين لان احنا والنبي نقدم حلول جاهزه كده ومريحه للقوى اللي بتدير دلوقتي. مش عايزين جمعيات اهليه دلوقتي، احنا عايزين مؤسسات الدوله اللي بتاخد رواتبها من ضرائبنا تقوم بدورها بواجبها. بس الامن اللي كان في محيط الهرم يسال، لا واذا لا كان غير انت فهمتيني غلط. يروح حته ثانيه. فهمتيني غلط.
لا انت فهمتيني غلط. انا ما كنتش بقول ان الجمعيات الاهليه تبقى مسؤوله عن الامن في الهرم او تنظيم الهرم، لا طبعا دي مش مسؤوليه الافراد على الاطلاق، وانا فاهم قصدك وباكد عليه انه ما فيش حاجه اسمها جمعيات اهليه تبقى للامن او خلاف. كلهم لا انا معاكي، الأيتام. انا معاكي في الحته ديت وعارف قصدك تماما واؤكد عليه. انا بقول ان ممكن يكون في يعني تكاتف لجهات مجتمعيه مع الدوله. بالظبط. هو ده اللي انا بأكد خلينا عليه. برضو عشان نخرج بمضمون كويس ان شاء الله. يعني رساله حضرتك توجهها للمجتمع وللمسؤولين عشان يتعاونوا من اجل النهوض بالقطاع السياحي في الايام القادمه. فختاما كده ايه الرساله اللي حضرتك تحب توجهها؟ لا هو انا الرساله اللي انا عايز اقولها، وانا يمكن ما لحقتش اقولها بالنسبه للمؤسسه، ان المؤسسه العائد اللي هيكون فيه او في اي عائد مادي هيجي هيكون لرفع كفاءه مستشفيات التامين الصحي. يعني احنا بنشتغل، مش بنشتغل مجرد بس الترويج لمصر، لا انا عايز اروج لمصر وفي نفس الوقت الهموم المواطن المصري البسيط انا بحاول ان انا البيها او اساعد في تلبيتها. انا مش هنعمل معجزات، ده شيء فهو ده اللي احنا. بعدين الهدف الثاني عندنا رفع كفاءه مدارس التعليم الفني. زي ما حضرتك قلت برضو انه التعليم الفني ده برضو عماد من اعمده الاقتصاد الوطني ولازم ان احنا نهتم بيه. فهو ده اللي انا كنت عايز احب اكمله، ان مؤسسه ولاد بلدنا يعني هي مؤسسه غير هادفه للربح طبعا، لكن كل الايرادات اللي هتوصل لها هذه المؤسسه هنبتدي بالمستشفيات التامين الصحي وبالذات مستشفيات اللي هي رعايه الاطفال، رفع كفاءتها. وفعلا احنا حددنا احتياجات احد هذه المستشفيات وهنشتغل عليها خطوه اولى، ثم بعد كده يعني بقدر ما هنقدر نعمله دعم فيه. طيب استاذ ابراهيم، عايز اعرف دبي، يعني عشان ده سؤال الاخير برضو، دبي استقبلتنا ازاي؟ علشان ندي فرصه ان الناس تحس ببعضها. يعني والله انا بس يعني فرصه ان انا اوضح المفاهيم المغلوطه. في فرق كبير جدا بين السياسه وفي فرق جدا بين الاشخاص او بين الناس العاديين. قصدك يعني النظام والشعب. يعني مش بتكلم عن نظام هنا او هناك، بتكلم على ان دايما يعني دبي دوله منظمه لها قواعدها ولها شروطها ولها قوانينها، وكل من يحترم قوانينها وشروطها فهو اهلا وسهلا بيه، والعكس تماما. فبالتالي الامور واضحه جدا لكل الناس، الامور مش محتاجه ان احنا نتكلم فيها لان الامور واضحه جدا، وده بالتالي بيدي فرصه لكل واحد جاي يعمل وينتج وينتج يقوم بالدور اللي اعلن عنه، يقوم عليه، اما ملوش مكان او ظروف صعبه. طب حضرتك حسب معلوماتي انه يعني المبادره مش بس هتكون مقتصره على المعرض الموجود في دبي الان، انما هينتقل الحمله هتنتقل الى بلاد اوروبيه اخرى كمان ان شاء الله باذن الله. هو ده الهدف بتاعنا، ان احنا نحاول نعمل. انا جيت بالمبادره واتقابلت مع سعاده السفير وتناقشنا فيها، واحمد بيه رحب بيها ومع الوزير السياحه، ان احنا نكررها في اكثر من دوله، نوع من انواع دعم للاقتصاد المصري. زي ما اتفقنا وقلنا ان في قطرتين مهمين جدا للاقتصاد المصري، قطره التجاره والصناعه وقطره السياحه، ودول اهم مصبين بيصبوا بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وعلى العمله المصريه بشكل مهم جدا. فمن هنا جالنا الفكره ان احنا ناخد بيها جوله، نبدا بجوله خليجيه وبعدين تبقى جوله اوروبيه في اكثر من دوله. الهدف منها يكون دعم الاقتصاد المصري او ترويج للمنتج المصري او جذب السائح لمصر ان شاء الله. ربنا وزاره السياحه يا رب ان شاء الله. طيب احمد بيه، كلمه اخيره من حضرتك لان شايف حضرتك كمان خدت نوتس كتير، فيعني عايز تعليق اخير لان في كلام كتير مهم اتقال. استاذه اماني وحضرتك اثرت نقط مهمه، فانا هاخدها بطريقه سريعه جدا. بالنسبه لتنظيم المناطق السياحيه، احنا الوزير اجتمع معنا اخر مره، كنا حاطين الخطه التسويقيه وكنا بنناقشها، واحنا دايما زي ما السياحه إرادها بيخش على القطاعات، احنا بنشتغل مع القطاعات. يعني واهمهم قطاع العمل السياحي، اتحاد الغرف السياحيه بمكوناته. ومن ضمن كان الخطه ان احنا نختار منطقه ما احنا بنسميها سب ديستنيشن، يعني او سب براند، بدل ما نقول ايجيبت نقول مثلا الغردقه. وحاليا يعني وزير السياحه على راس مجموعه حصر المشاكل اللي حضرتك تعرضت ليها. السياحه بيتعرض لايه؟ 1 2 3 4. كل الوزارات والجهات المعنيه بتشتغل على الغردقه دلوقتي علشان تبقى منطقه نقدر نقول منطقه ايديال، مثال، وناخد النموذج ده نطبقه. دي واحده. الحاجه الثانيه السياحه العربيه. السياحه العربيه لا تنفصل عننا. والسياسه في دراسه جميله جدا في العالم عاملاها منظمه السياحه العالميه عن اثر العلاقات السياسيه بالسياحه. خلاص. فلا الديستنيشن اما بيبقى جاذب
ما فيش تاثير. طيب خليني اشكرك عشان الحاجه هو الثالثه بيهددنا عشان رايحين أزمنا. لنشره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا رئيس قطاع السياحه الدوليه الاستاذ احمد شكري، وكمان استاذ ابراهيم جابر منظم الجناح المصري في القريه العالميه في دبي، وسعاده السفير وزير الخارجيه الاسبق محمد العرابي. نورتنا يا فندم. نورتونا يا فندم جميعا. مشاهدينا صباح بكره صباح جديد ان شاء الله، ودايما مليان ان شاء الله بالتفاؤل والامل، لا تفقدوهما ابدا. الى اللقاء.